فاتم برام نال ناله کس نزانه واچ حاله دلم دستك تبي حاله لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي دلم دسته بحاله لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي بابي رحمان هري در يلا يلا براهابي براهابي باور بك بتهنابي براهابي براهابي بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي يشاف دلم تدخوازي لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي هري هري سهر ممالنا زين دلي من تنبرا سازي سهر ممالنا زين دلي من تنبرا سازي الشاف دلم تدخوازي لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي الشاف دلم تدخوازي لزرابي لزرابي جارك ورا خير بابي. بوير اف ام. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بحلقة جديدة من برنامجكم الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شاف حسن عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها، عم تسمعونا وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. عم بترافقونا مشاهدة. موضوع حلقتنا اليوم راح بيكون عن الاضطرابات النفسية، ولنتناول هالموضوع معي بالاستديو الأخصائية النفسية الأنسة مروة العوض. يسعد صباحك. يسعد صباحك أنسة، أهلا وسهلا فيك. كثير الشكر لك لحضورك معنا لنتناول هذا الموضوع المهم اللي هو الاضطرابات النفسية. بداية أنسة مروة ومتابعينا الكرام، نستمع سوا للمقدمة التعريفية يلي أعددناها حول موضوع حلقتنا وبنرجع لنبدأ حوارنا. تفضلوا. الاضطرابات النفسية psychological disorders هو اختلال سريري في إدراك الفرد أو في ضبطه لمشاعره أو في سلوكه،
وعادة ما يرتبط بالكرب أو بقصور في مجالات مهمة من الأداء. هذا ما توضحه منظمة الصحة العالمية عن الاضطراب النفسي. حديثا أدخل هذا المفهوم الاضطرابات النفسية كبديل عن المرض النفسي، وكثيرا ما توصف الاضطرابات النفسية بحالات الصحة النفسية، وهي تشمل كلا من الاضطرابات والإعاقات النفسية والاجتماعية والحالات النفسية الأخرى المرتبطة بكرب شديد أو قصور كبير في الأداء أو خطر إيذاء النفس. ومن أنواع الاضطرابات النفسية اضطرابات القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب واضطراب الكرب التالي للرضح، اضطراب ما بعد الصدمة وانفصام الشخصية، واضطرابات الأكل، اضطرابات السلوك الفوضوي والمعادي للمجتمع، واضطرابات نمو الجهاز العصبي. من جانبها توضح تقديرات الصحة العالمية إن الاضطراب النفسي يؤثر على شخص واحد من كل 8 أشخاص في العالم، منوهة في إحصائياتها عام 2019 بوجود ما يقارب 301 مليون شخص مصاب باضطراب القلق، و280 مليونا بالاكتئاب، و40 مليونا بالاضطراب الثنائي القطبي. وتتضمن علاجات الاضطرابات النفسية العلاج بالأدوية والعلاجات النفسية والسلوكية. من جديد يسعد صباحكم متابعينا الكرام وصباحك كانسي مروة. بداية خلينا نبدأ حوارنا بتعريف يوضح للمتابعين الاضطراب النفسي ما هو؟ هو نمط سيكولوجي أو سلوكي يشعر فيه الفرد بالضيق والعجز، يخليه ما يؤدي مهامه، يأثر على أدائه وعلى تفاعلاته وعلى علاقاته مع الآخرين. يعني اتفق العلماء عند وجود مجموعة من الاضطرابات في آن واحد على تصنيفها بناء على وجود مشاكل مرتبطة بالناحية الانفعالية والمعرفية والسلوكية. هل هذه العوامل والمشاكل تؤثر على أدائه وتؤثر على نشاطاته وعلى تفاعله مع الآخرين، على علاقاته مع الآخرين؟ وطبعا بلها تصنيفات كثيرة يعني بناء على شدتها، على تكرارها، على تأثيرها على الفرد. بناء على الشدة وعلى التكرار وعلى المدة الزمنية يتم تصنيف الاضطرابات النفسية. هناك أنواع كثيرة للاضطرابات خلينا النفسية. نتناول الأنواع أنسي مروة. أنواع الاضطرابات النفسية ما هي؟ منها مثل ما حكيته بالتعريف. تمام. هناك اضطرابات القلق بكافة أنواعها، هناك اضطرابات الاكتئاب، انفصام الشخصية، وهناك أنواع كثيرة لا تعد من أنواع الاضطرابات النفسية. نتحدث عن أعراض الاضطرابات. ما هي أعراض الاضطرابات؟ وقبل ما نتناول الأعراض بشكل عام، هل هناك أعراض محددة مشتركة بين الاضطرابات أو عدد منها؟ نعم أكيد. هي نفس الأعراض تقريبا، فتزداد بالشدة. كل ما زادت الشدة يعني يبلش بالتوتر، التوتر يتطور يصير قلق، القلق إذا ما عالجناه يتطور يصير اكتئاب. فبشكل عام الأعراض هي صداع، عصبية، توتر، اضطرابات في الهضمية، مشاكل في الأكل، إسهال، أرق، تعرق. كمان لما تتطور وتصير اكتئاب راح يصير فقدان بالمتعة، بالاهتمام بالروتين الحياتي، بتفاعلاته مع الآخرين. لما يتطور زيادة حتى يصير عنده أفكار انتحارية، هاي بالاكتئاب. الأعراض بتختلف وفقا للاضطراب، وفقا لنوعية الاضطراب. أيوة وشدتها. تحدثتي وأشرتي للتوتر أنسي مروة. خلينا نتوقف عند هذا العرض، وهي أو هو من الأعراض المشتركة بين العديد من الاضطرابات النفسية. كيف يمكن توضيح التوتر كحالة وكعرض؟ أيوة، التوتر هو حالة طبيعية بالجسم. لما الواحد يجي شيء مفاجئ، فهي استجابة الجسم لحدث. فهل السبب تيكون خارجي أو تيكون داخلي؟ الأسباب الخارجية. أيوة، أسباب خارجية كعمل، كعائلة، كوظيفة، كمدرسة، هاي عوامل خارجية. هناك عوامل داخلية ترجع لشخصية الفرد،
مثلا الشخصية الضعيفة أكيد راح تتأثر، تقلق أكثر من الشخصية المتوازنة. والإنسان اللي ثقته بنفسه قليلة أكيد راح يتأثر أكثر، يكون توتره أكبر. فكل ما كانت الشخصية متزنة ومرنة كل ما كان يسيطر على التوتر بشكل أسرع. كل ما كان لديه مرونة نفسية راح تقل عنده الهشاشة النفسية اللي بتؤدي إلى زيادة التوتر وزيادة حدة وشدة التوتر. تمام. تحدثت عن العوامل اللي بتؤدي للتوتر، هن بنفس الوقت أسباب أو منشأ لحدوث التوتر عند الأشخاص؟ هي شخصية الفرد. لما يكون شخصيته واثقة من نفسه، لما يكون عنده مرونة. كمان الأشخاص المقربين كل ما كان عندنا أشخاص مقربين يعطونا ثقة بنفسنا أكثر، تفكيرنا يصير إيجابي أكثر، فكل ما تخف التوتر. وأكيد في عوامل وراثية، وجود دعم من الوسط المحيط تمام بيساهم بتخفيف التوتر وحدة التوتر. أنسة مروة ومتابعينا الكرام، عندنا استطلاع أجروه زملائنا فريق راديو بوير مع عدد من الناس، سألوهم حول موضوع حلقتنا، نستمع للآراء وبنرجع لنكفي الحوار. تفضل. عندما يعاني شخص من اضطرابات نفسية قد يظهر عليه تغييرات في السلوك والمزاج، إلى جانب العزلة الاجتماعية والضغط النفسي والأفكار السلبية المتكررة. من خلال تجربتي مع شخص مصاب كنت داعما ومتفهما، وأحاول توفير الدعم اللازم له. أوصيه بزيارة الطبيب المختص لتقييم الحالة بدقة وتوجيه الشخص نحو العلاج المناسب. تلك الخطوة تساعد في تحسين الحالة النفسية والعيش بشكل أفضل. علامات تدل على أن الشخص مصاب بالاضطراب النفسي. طبعا من هالعلامات أولا بيكون تجنب التعامل مع الآخرين والعزلة، التوتر والقلق لفترات طويلة، انخفاض الكفاءة الإنتاجية. توجد علاقة وطيدة بين المرض النفسي والانقطاع عن العمل أو عدم قدرته على إنجاز المهام المطلوب كما يجب، وكمان عدم القدرة على مجابهة المشاكل اليومية والتعامل معها. كيفية التعامل مع شخص مصاب بمرض نفسي. طبعا أحرص على الاستماع للمريض عند التعامل مع المرضى الذين يعانون من القلق، فإن أهم مهارة يجب تعلمها هي الاستماع، حيث يريد معظم المرضى فقط معرفة أنك تستمع إلى همومهم. فقط يأتي الأشخاص إلى غرفتهم طوال اليوم للتحدث معهم نادرا، وما يسألونهم عن شعورهم. يجب للشخص المصاب أن يزور المتخصص النفسي، لأن الاطمئنان على النفس لا يضر عند الشك بالحاجة، ولذلك لأن المرض النفسي حال وجوده لن يعالج كما يجب إلا في حال وجود تدخل علاجي متخصص. نعم، الاضطرابات النفسية بتنعكس على سلوك الشخص وأسلوب حياته، فبتتغير معاملته مع المحيط. أي بعرف أشخاص بيعانوا من الاكتئاب والقلق، طبعا لازم ننصحه، نحكي له، بيفضفض اللي جواته، يمكن هالشي يساعده. إيه طبعا، لأنه في اضطرابات نفسية شديدة لازم يتم الاستعانة بطبيب أو أخصائي نفسي لتجنب تأزم الحالة. بالبداية الشخص اللي يعاني من اضطرابات نفسية تكون هالشي واضحة بالملامح الوجه، كمان بالتصرفات والقعدة مع الأصدقاء، من خلال النقاش اللي عم تدور ولا الأجوبة اللي عم يجاوب عليها. نعم، صادفت أشخاص وحاولت قدر الإمكان أنه أكون جنبهم بالفترة اللي عم يعانوا من هالشي، ونفس الشي بالنسبة لي يعني لما كنت عاني من مشاكل صحية، مشاكل نفسية إلى آخره، كان عندي كم صديق يعني يتعاملوا معي نفس الشيء. الشخص كيف ما كان بمجرد ما عم يعاني من ضيق نفس أو اضطرابات، برأيي قبل ما يزور الطبيب كمان قدر الإمكان يحاول أنه
يساعد حاله، مثلا يمارس الرياضة، يقرأ، يتمشى لحاله، أو يحاول قدر الإمكان يلتقي مع الشخص اللي بيرتاح معه ويحكي، يعني ما يخلي حاله هيك مأزق لحاله يعني. وحتى لو زار الطبيب كمان شيء منيح يعني. طبعا في علامات واضحة على الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، وخاصة إذا كان شخص قريب منك، فأنت راح تلاحظ أنه هذا الشخص عنده اضطرابات نفسية. مثلا أنه بيكون دائما عنده حالة من الاكتئاب الشديد. كمان بيكون عنده حالة من القلق. يمكن إذا صار معه أبسط الأمور بيضل بيفكر فيها تفكير أنه بيحملها زيادة عن الأمور مثل ما بيقولوا. حتى مثلا أنه بتلاقيه أحيانا أنه النوم بيضل مثلا يوم كامل نايم. هاي كلها من الحالات الاضطرابات النفسية يعني. فقدان الشغف، ما عاد يضل له شغف على شيء، خاصة مثلا إذا كان عنده شغل ما عاد له نفس حتى على الشغل أو هيك. كل هدول بيدلوا على الاضطرابات النفسية. طبعا إنه الشخص المصاب باضطرابات نفسية الحل الأمثل إنه يراجع الطبيب، لأنه لكل داء دواء. فأكيد الطبيب هو اللي راح يوجهه من خلال العلاج بالأدوية، من خلال النصائح، من خلال التغيير بروتين الحياة. فأكيد أنه الطبيب هو أفضل علاج لهدول الأشخاص. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا وصباحك أنسة مروة. سمعنا للأصوات، كيف شفتي آراء الناس حول موضوع الاضطرابات النفسية؟ أنا شايفة إنه في وعي، والناس صايرة عندها فكرة عن الموضوع عندها معلومات. إيه. وتقريبا حكوا بشيء كل الجوانب. أيوة. شيء دقيق يعني. معلومات دقيقة كانت. هلا بعض الأصوات أشاروا لمسألة أهمية التعامل أو كيفية التعامل مع شخص مضطرب. إيش قد مهم يكون الوسط المحيط على دراية بالشخص المضطرب، سواء على مستوى العائلة أو على مستوى الشغل أو على مستوى الوسط المحيط بشكل عام. تماما. هلا نبلش نحكي عن اضطراب القلق بشكل عام. قلنا اضطراب القلق هو استجابة هي من المشاعر الأساسية للشخص، هي ردة فعل الجسم يعني تجاه موضوع معين. فمن الطبيعي إنه الإنسان بين فترة وفترة يشعر بالقلق. إيمت تصير مشكلة إذا كان القلق بشكل يومي بشكل مستمر أثر على حياته. هناك أنواع كثيرة للقلق. أحسن مروة، رح نتناول القلق بشكل أوسع بسؤالنا التالي. نقطة أخرى يعني استمعنا لها خلال الاستطلاع هو بعض الأشخاص أو شخص أشار إلى بعض العلامات اللي ممكن تكون إشارة لوجود اضطراب لدى الشخص. البعض أشاروا للنوم الزائد، البعض أشاروا لفقدان الشغف، بيحملها زيادة مثل ما قالوا. هل هدول الأعراض هن مؤشر أو مؤشرات لوجود اضطراب لدى الشخص؟ سليمة هالآراء؟ أكيد يعني لما يكون الشخص المقرب مني أكيد راح يشوف أنا كنت أنام 8 ساعات صرت أنام النهار كله. ممكن يكون في اضطراب، شخص عم يتهرب من الواقع. أيوة. فيلجأ للنوم أو فقدان الشغف. أيوة. فالأشخاص المقربين بشكل عام على طول هم اللي عم يلاحظوا على الفرد إيش عم يصير معه. نعم. رح نتحدث عن القلق عن مروة. قبل ما نتناول القلق، لماذا يعد اضطرابات القلق والاكتئاب هن الأكثر شيوعا وانتشارا بشكل عام؟ لأنه أكثر الأشخاص يصيبهم هالأعراض هذه فمعرضين لهذه المشاكل بشكل عام. فشي طبيعي إنه الإنسان يصيبه قلق واكتئاب، لأنه كل ما المسببات صايرة أكثر، الأسباب نفسها والظروف اللي عم نعيشها. فترجع لشخصية كل فرد، إذا ما كان عنده مرونة وعنده قدرة على تحمل هذه الظروف المحيطة به أكيد راح يتعرض، تتطور مع الأعراض. فمن اضطراب القلق رح يتطور معه ويصير اضطراب اكتئاب، يصير عنده أفكار انتحارية. كل ما هالمشكلة تزداد سوءا. بمنطقتنا نسب مرتفعة، نسب القلق والاكتئاب. ايه. فكل ما زادت النسب كل ما انها مشاكل. حتى عم نسمع حالات انتحارية كثيرة من فئات عمرية مختلفة يعني.
تحدثي عن جملة من الأسباب اللي بتكون وراء ارتفاع نسب القلق والاكتئاب، المشاكل الأمنية، الواقع اللي أيوة. بيعيشه الشخص، أيضا مسألة عدم وجود توعية بالمرض النفسي أو بالاضطراب النفسي، وهو مصطلح حديثا أضيف لمجال الصحة النفسية كبديل عن المرض النفسي، الاضطرابات النفسية، وأيضا عدم وجود مهارات لدى الشخص للتعامل مع الواقع والتكيف مع البيئة المحيطة. خلينا نتناول القلق والاكتئاب بشكل أوسع. تمام. تفضل. قلنا القلق هو من المشاعر الأساسية الموجودة بجسم الإنسان. شيء طبيعي إنه نقلق، بس إمتى تصير المشكلة؟ لما تتكرر بشكل يومي يتحول إلى اضطراب قلق. هناك أنواع كثيرة للقلق، منها رهاب الخلاء، يعني إنه الإنسان يخاف يتواجد بالأماكن العامة. كمان هناك اضطراب الرهاب الاجتماعي، إنه يخاف الشخص إنه يتواجد في الأحداث الاجتماعية، يحس بالخجل، يحس قلة الثقة بالنفس، انعزالي، تظهر عليه أعراض بدنية وجسدية. وهناك قلق بسبب تناول بعض الأدوية كأدوية السكري وأدوية القلب هذه من أعراضها إنه تسبب قلق. وهناك أنواع إنه الشخص بشكل عام، القلق المعمم هو بشكل عام من روتين الحياة يظل قلقان الشخص. ففي أعراض مثل ما حكينا إنه صداع، ضغوطات الحياة، الستريس الموجود. أيوة. ونحكي عن علاج القلق بشكل عام، مثل ما حكينا بأعراض كثير كبيرة، كصداع، كنوم، هضمية، كلها هاي أسباب تظهر على الشخص. فتنعالج القلق، اضطراب القلق علاجه إما يكون دوائي أو نفسي أو الطب البديل. فالعلاج النفسي أكيد راح يكون عن طريق الأخصائي النفسي والطبيب النفسي، وأكيد في أدوية عن طريق الأدوية كمان إذا كان الحالة تتطلب إنه تدخل دوائي. في أدوية مضادة للقلق، مضادة للاكتئاب، يمكن استخدمها، وأكيد هذه الأدوية ما تسوي إدمان ويعني صحية أكيد. بعجالة أيضا نتناول الاكتئاب أنسي مروة. الاكتئاب هو أكثر مرض نفسي شائع ينتشر خصوصا ظل هالظروف هذه، فنحس زادت الاكتئاب. النساء أكثر عرضة من الرجال. لماذا؟ للاكتئاب بطبيعة جسم النساء، بطبيعة هرموناتها، فهي أكثر عرضة. يعني مرحلة الحمل مثلا تتأثر، يصيبها اكتئاب حمل بعض النساء. بعد الولادة يمكن يصيب النساء. فطبيعة هرمونات المرأة هي اللي تخليها أكثر عرضة من الرجال للاكتئاب. المعرضون لمخاطر الإصابة باضطراب نفسي بشكل أكبر الإناث أكثر من الذكور؟ نعم. ومن حيث الفئة العمرية لكلا الجنسين برأيك؟ هو كل فئة أكيد في حالات. فأكثر فترة هي مرحلة المراهقة بشكل عام، يعني حسب الدراسات. نعم. هناك ما يسمى في علم النفس بالجروح النفسية. أيوة. ما هي هذه الجروح؟ هلا في شغلة بدنا نميز بين الجرح الجسدي والجرح النفسي. نعم. الجرح الجسدي أنا صوبت حالي بسكينة، راح أجيب لاصق بلاستر أو أجيب شاشة، حليت المشكلة. أيوة، حليت المشكلة وطاب هالجرح. نعم. لما نحكي عن الجروح النفسية نحكي عن موضوع معقد وكبير. الجرح لا يمكن الوصول إليه من خلال مرهم أو لا، يعني الألم اللي يحدثه خصوصا الأشخاص المقربين، الصدمة العاطفية هي مرتبطة بالمشاعر. فهذا الجرح عميق جدا ويؤثر على حياة الشخص، ومو بسهولة إنه يتشافى الشخص من الجرح النفسي. هو الجرح النفسي كناية عن الصدمات النفسية. أيوة. فلما أحد يتعرض لصدمة نفسية فبده فترة كبيرة يتعافى، ما يوصل لمرحلة المعافاة من هذه الجروح. فمن الأفضل أنه بعد ما يتعافى هالشخص من الجرح النفسي ما يرجع يفتح الجرح، لأنه راح ينحكى حكي ما يبرر الألم اللي عشناه أو الوجع اللي عشناه. نعم. لماذا سميت بالجروح؟ يعني لأنه ألم من الخارج يأتي؟
أيوة تأثير خارجي، بس هو يأثر علينا نحن بشكل الداخل. عام وما حدا يحس فينا. خلينا نتناول بشكل عام آنسة مروة، ما هي الأسباب التي تؤدي لحدوث المشاكل النفسية والاضطرابات لدى الأشخاص؟ تماما، هناك أسباب اجتماعية، هناك أسباب بيولوجية، هناك أسباب نفسية. نعم. فاجتماع هذه نتناول الأسباب. أيوة. البيولوجية طبيعة الجسم الإنسان. أيوة. هلا السبب الرئيسي للأمراض النفسية والاضطرابات النفسية هي إنه مواد كيميائية طبيعية موجودة في الدماغ عن طريق السيالات العصبية مثل السيروتونين تكون سبب في هذه الاضطرابات. يعني تغيير في كيمياء الدماغ أو وجود عوامل هرمونية. يعني أيوة، مشكلة في الدماغ. أيوة. بعض الدراسات يعني تشير إنه التغيير في كيمياء الدماغ أحيانا يكون لها علاقة بالعامل الوراثي يعني. تماما، هناك عوامل وراثية خصوصا بالقلق والاكتئاب. لما نحكي هي أحد الأسباب، طبعا أسباب رئيسية. والتوتر النفسي كمان سبب رئيسي لاضطراب القلق والاضطراب الاكتئاب. سمات الشخصية، كل ما كان الإنسان مثل ما حكينا ثقته بنفسه عالية، كل ما كان عنده مرونة للحياة، يكون إيجابي، تفكيره إيجابي، هالشي يكون حماية له. العامل الاجتماعي كيف بيأثر وبيكون مسبب لحدوث الاضطرابات لدى الأشخاص برأيك؟ العامل الاجتماعي لما تكون علاقتي مع الأشخاص إيجابية ويكون بتفاعل وبمحبة، كل ما كان الإنسان ينخرط بزيادة بعلاقاته كل ما يكون تفاعله أكثر. لما يكون الإنسان يتعرض للنقد بشكل عام، يعني يكون الناس اللي جنبه سلبيين، أكيد هالشي رح يأثر عليه، رح يخليه ينعزل، رح يخليه إنه ينطوي وسط غير إيجابي مع طبعاً. عدم وجود تفاعل. النقد السلبي يكون هو الناس السلبيين الموجودين حوالينا رح يأثرون على شخصيتنا، رح يخلونا ننعزل ويصيبنا أمراض نفسية. هل هناك إلى جانب الأسباب اللي نحن هلأ أشرنا إلها عوامل خطورة تساهم في حدوث الاضطرابات لدى الأشخاص؟ طبعا هلا الطفولة، مرحلة الطفولة، الأشخاص اللي تعرضوا بطفولتهم تنشئة الصعوبات سواء من الناحية الطبية كأمراض السرطان وهاي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب. كمان الأوضاع الاقتصادية، كل ما كانت الأوضاع الاقتصادية صعبة فهو معرض بالمستقبل إنه يصيبه قلق واكتئاب أو التعرض لعنف. العنف في أسباب كثيرة وعوامل خطورة كثيرة، ومثل ما قلنا العامل الوراثي، تناول الأدوية يسبب هذه الأعراض. إلى أي درجة البيئة المعاشة أنسة مروة، المعاشة ضمنها بتلعب دور فيما يتعلق بتعزيز أو تقليص فرص الاضطرابات النفسية؟ مثل ما حكينا إنه كل ما يكون الأشخاص المقربين لنا إيجابيين وفي محبة وفي تفاعل بيناتهم وتأثير إيجابي علينا، كل ما نكون أصحاء نفسيا، كل ما تكون علاقاتنا سوية، كل ما تكون مرتاحين نفسيا. نعم. على مستوى البيئة المعاشة، الوسط المحيط، يعني هناك دراسات تنوه أنه في الأرياف، يعني في القرى، البيئة الريفية، تكون نسب الإصابات بالاضطرابات النفسية مرتفعة بشكل أكبر. لماذا برأيك؟ هل توافقين أولا، ولماذا برأيك؟ بشكل عام بيصير مشاكل كثيرة في القرى، قلة الوعي، قلة نشر الثقافة، بعيدين عن الوعي الصحي والنفسي، فهل هاي يكون اهتمامهم بس بالناحية الاقتصادية، يعني يهملون الجانب النفسي. بالبيئة الريفية لا يكون هناك خطط نفسية، خطط خدمات نفسية لا تكون موجودة، وهذا الشيء بيؤدي لارتفاع نسب الإصابات. طبعا أكيد كل ما كان في وعي، كل ما كان هلا بوسائل التواصل الاجتماعي، ببرامج المنظمات، نعم نعطي أولوية لهالموضوع للبيئات الريفية طبعا. فكل ما كان نشر الوعي والمواضيع البرامج المحطوطة، عم نحط الأولوية لمواضيع الصحة النفسية، عم نسلط على هالموضوع، فصار في وعي أكثر من أيام زمان. هالسنين هاي راحت صار في وعي، حتى في أشخاص عم يجون لعندنا وعم يطلبون الاستشارات، عم يقولون لنا نحن مضغوطين،
يعني في اهتمام من قبل طبعاً الأشخاص طبعا صار في تقبل، صار في وعي. كل ما صار في تقبل طبعا عن طريق المثقفين النفسيين اللي عم يعني يعطون توعية. نحن كأخصائيين نفسيين موجودين بالمنطقة عم نسلط الضوء على هالموضوع وعم ننشر الوعي، فصار في تقبل أكثر من أيام زمان. كثيرا ما يتم الخلط بين مفهومين يعني فيما يتعلق بالاضطراب النفسي، الاضطراب النفسي واضطراب الشخصية. ما الفرق بين هذين الاضطرابين؟ الاضطراب النفسي حكينا عنه يعني أنه بأسباب سبب مؤقت، يعني هسه إذا عالجنا راح تنحل المشكلة. الاضطرابات الشخصية إذا ما عالجنا راح يتطور، راح يصيب انفصام شخصية، هلوسات، مشاكل ذهانية. هلا مشاكل الانفصام والأوهام، هلا في أشخاص يصيبهم انفصام ومشكلات ذهانية. إنه هلا الأوهام بدنا نميز بين الوهم الأوهام والهلوسات. نعم. إيش الفرق بين الأوهام والهلوسات؟ الأوهام يصير عند الشخص أفكار ما تتناسب مع الواقع. أما الهلوسات هي أنه يصير الشخص يسمع أصوات، يشوف أشخاص هي مو موجودة بالواقع. من الفروقات بين الاضطراب النفسي والاضطراب الشخصي وفقا لبعض الدراسات مسألة أنه متى ما منشأ هذا الاضطراب. يعني البعض من الدراسات تشير أنه اضطراب الشخصية يكون منشأها من الطفولة. طبعا أكيد في لها علاقة. كل ما كانت الطفولة مثل ما حكينا سوية ما فيها أي مشاكل، كل ما تكون عائدة للطفولة. مناعة. أيوة مناعة إنه ما يصيبنا اضطرابات نفسية. خلينا نتناول الاضطراب النفسي الجسدي. آنسيا مروى، إلى ماذا يشير تحديدا هذا المصطلح؟ تماما، هي حالة نفسية تصيب الفرد ينتج عنها أعراض جسدية. حالة نفسية تنتج عنها أعراض جسدية. نعم. مثلا شخص تعرض لأزمة نفسية، فقدان شخص، فيروح على هالطبيب، الطبيب يشخصه يقول له ما بيك شي، يروح يسوي تحاليل يطلع تحاليله سليمة، يسوي أشعة يطلع سليمة، يظل يدور على هالدكاترة. ما عجبه الدكتور إنه ما عم يحس بالوجع، والدكتور عم يقول له ما بيك شي، يعني ما بي لا بفحصك لا بتحاليلك لا بالأشعة نفسها ما بين أي عرض من هالأعراض. فهالأشخاص يصير عندهم وسوسة إنه ليش أنا عم أتوجع وما عم يلاقوا لي دواء. فهالسبب هذا هي اضطراب نفسي جسدي. فهي مشكلة نفسية تنتج عنها أعراض جسدية. يصير عنده صداع، آلام أسفل الظهر، يصير آلام بالمفاصل والعضلات. هذه هي من أعراض الألم النفسي الجسدي. بس بشكل عام ما لازم أنه كل واحد مريض راح الدكتور عندي وجع رأس أنه هذا معناته عندك اضطراب نفسي جسدي. الدكتور بهالناحية لازم امتى شخصه اضطراب نفسي جسدي لما يكون فيه يشوف تاريخ المعاينات والمراجعات الأطباء والأشعة وهاي التحاليل كلها أنه فترات متقاربة. بهذاك الوقت الدكتور يشخص هالمرض أنه اضطراب نفسي جسدي. يعني مو كل الاضطرابات هي نفسية جسدية. زمنيا آنسيا مروى، يعني متى يتم تحديد هذا الاضطراب النفسي بأنه جسدي؟ عندما يستمر لمدة أطول؟ يكون هل أنا راسي وجعني، رحت أكلت حبة سيتامول، هالحبة ما أثرت فيها، ظل الوجع. مثلا أنا انطلقت رجلي بالباب فأصير أتوجع، لما أروح على الدكتور أقول له انطلقت رجلي بالباب، فأنا عم أتوجع وجع أكثر إنه طرقة بسيطة هاي ما تحدث هالألم. فهذا هو الألم الجسدي النفسي، يكون في سبب جرح نفسي. يعني بيكون هالألم الجسدي هو ناتج عن فقدان أو ألم نفسي. أيوة. لا يحتاج إلى طبيب وأدوية، قد يحتاج إلى علاج نفسي. أيوة مختصين. طلب مساعدة من شخص، أحكي له عن الوجع اللي داخلي، عن الأثر الفقدان هنا يجب يعني هنا يجب عندما الطبيب البدني للأمراض البدنية عندما يقول لا يوجد لديك أي شيء يحتاج للأدوية، هنا يجب أن يتوجه إلى الطبيب النفسي أو أخصائي نفسي ليتعامل مع الآلام البدنية الناتجة عن الألم النفسي. أيوة يكون
خلينا نتوقف عند طرق التشخيص والعلاج، ونحن عم نتناول هاي النقطة، المتابعة من قبل الأطباء والنفسيين فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية بشكل عام. تنشخص هالمشكلة إنها مشكلة نفسية مثل ما قلنا. ما هي المعايير يعني التي تتبعوها؟ أيوة. تكون هالمشكلة استمرت ل15 يوم مستمرة، هالمشكلة ما تعالجت. العرض والأعراض اللي بتكون بادية يعني. أيوة. 15 يوم هو على نفس الحالة، ما في نوم أو نوم زيادة، علاقاته بطلها، اضطرابات بالأكل، هالأشياء، وكل ما نو وضعه، وكل ما نو وزنه عم ينقص، كل ما نو وضعه عم يزداد سوءا، كل ما يكون عنده شحوب. فهذه الأعراض هذه إذا كانت استمرت 15 يوم أكثر من أسبوعين. أيوة. وكانت تزداد سوءا، لازم يتابع الوضع. نتابع الوضع ويطلب المشورة والاستشارة والمساعدة من أخصائيين نفسيين. هنا أشرتي لمسألة عرض تحذيري ممكن يكون مؤشر إنه الشخص ينتبه لوضعه الصحي إذا استمر 15 يوم أو أكثر، والأعراض اللي بتكون بادية عليه سواء من توتر أو قلق أو اضطرابات في الأكل أو في الصحة النفسية بشكل عام. نتحدث عن طرق التشخيص المتبعة، يعني هناك طرق بالأدوية، هناك ما يسمى بالعلاج النفسي السلوكي. تماما. هناك مثل ما حكيت قبل بداية اللقاء إنه في علاج دوائي، في علاج نفسي. هلا العلاج الدوائي من الأفضل إنه نشوف المختصين النفسيين، أخصائي نفسي أو طبيب نفسي. تحديد العلاج إن سواء دوائي أو نفسي أو سلوكي، هنا الطبيب يحدد الموضوع، يحدد المستوى. لما قلنا إنه في اضطراب جسدي نفسي، فالطبيب العام يبعثه على أخصائي نفسي. الأخصائي النفسي عن طريق العلاجات، علاج المعرفي السلوكي، وعن طريق الجلسات يمكن يطلع من هالأزمة. ما فيها داعي إنه يستخدم علاج دوائي نفسي. يعني يمكن مشكلته بسيطة. نعم، هناك علاج دوائي نفسي وهناك علاج سلوكي معرفي. خلينا نتعرف شوي عن العلاج السلوكي المعرفي، كيف يتم؟ عن طريق خطة يضعها الأخصائي النفسي، يعني بشكل تدريجي. قلنا هو صابته جلسات نفسية. أيوة. جلسات نفسية عن طريق خطة يضعها الأخصائي النفسي، بشكل تدريجي يرجع على حياته وروتينه الطبيعي. ما هو صار عنده عزلة، فنحن خطوة خطوة مساعدة الشخص على التأقلم مع أو العودة للواقع. مثلا هو صابته عزلة، ما عاد يشوف حدا. خطوة أولى مثلا إنه اطلع من البيت اليوم، توجيه. أيوة. خطة حسب ما يضعها الأخصائي النفسي، كأنه صار ما عاد يأكل وما عاد يمارس أي حاجة، يعني شغلة وحدة، يعني تدريجي. أكيد ما راح نقول له روح أكل وجبة أو روح سوي زيارة، بشكل تدريجي تيرجع لحياته الطبيعية. نعم. لحماية الصحة النفسية بشكل عام، ما هي النصائح التي يمكننا توجيهها أنسي مروة؟ أول شغلة إنه نهتم بصحتنا النفسية على مستوى الفرد. خلينا نبلش على مستوى الفرد. بشكل عام أكيد في اهتمامات من كل شخص يحب يسوي شغلة. مثلا أنا شخص أحب أمارس الرياضة، أنصح الشخص أنه لازم بشكل يومي تروح تمارس الرياضة نص ساعة مشي مثلا. القيام بالنشاطات اللي بيحبها والهوايات اللي بيحبها. أيوة. كممارسة الرياضة. النوم الكافي ضروري، أنه الإنسان يأخذ قسط كافي من النوم، خصوصا أنه اضطرابات الأرق والقلق وهاي سببها أنه السهر الطويل. فكل ما كان الواحد منظم نومه، كل ما كان عدم انتظام النوم ممكن يكون مسبب لحدوث اضطرابات القلق والاكتئاب. أيضا الأكل الصحي، أكيد نحن ننصح بالأكل الصحي، أكيد اللي غني بالخضار والبروتينات والألياف. أيوة. كمان التفاعل مع الوسط المحيط، هاي نقطة مهمة جدا. أنا كأم إني صحيح أروح على الشغل، بس ما يكون على حساب أولادي. لازم على طول أطالع ولادي مشاوير، نطلع تفاعلات اجتماعية، نطلع زيارة على الأصدقاء، على الحديقة. فلازم يكون هذه يعني شغلة أساسية عندنا. نعم. على مستوى الوسط المحيط أنسي مروة، يعني ما المطلوب من الأسرة، ما المطلوب من البيئة، يعني من الوسط المحيط لحماية الأشخاص، خاصة إذا كان في حدا بادي عليه
أعراض الاضطرابات النفسية؟ تقديم الدعم. كيف يكون ما هو شكل هذا الدعم؟ ما المطلوب منهم يعني؟ أكيد مثلا أختي أو جارتي أو صديقتي لما شافت عليها الأعراض راح تيجي تنصحني إنه أروح راجع مختص نفسي، أحكي بهالمشكلة، ما أتكتم على هالمشكلة، أنصحه يعني إنه يجوز هو ما عم يحس إنه متغير. وجود هؤلاء الأشخاص أكيد راح يقدم دعم إيجابي ومساعدة له. نعم. يعني بالاستطلاع أيضا أشاروا لبعض النقاط المهمة فيما يتعلق بمساعدة الشخص. مسألة أشاروا أنه عدم الاستماع، عدم وجود إنصات للشخص. أيوة. إلى أي درجة مهم يكون في استماع تماما. هاي نقطة كتير مهمة أنسي. هلا بالوسط الاجتماعي إذا ما كان عندنا حدا نثق به ونفضفض له فنحن عرضة للمشاكل النفسية. فعلى طول ننصح إنه يكون لازم إنه في شخص سواء أخت جارة نفضفض لها، نعبر لها عن مشاعرنا اللي عم نحس بيها. اليوم صار معي موقف حسيت إني انزعجت منه أو شيء، فلازم يكون في شخص مقرب يفهم علي، يحس بالإحساس اللي أنا عم أحس فيه. فهذه الفضفضة للشخص المقرب كتير مفيدة. أو كما أشار بعض الأصوات إلى أهمية أنه الشخص يساعد نفسه. إذا ما كان في حدا أنت عم تثق فيه أو بتثق فيه بتفضفض له، الإنسان يقدر كمان يتعامل بمرونة مع نفسه ويساعد نفسه. أيوة. نقعد نفضفض على الشغلات بورق، كتابة. تماما. الكتابة. أيوة. يعني أيوة. كتابة الهموم، تفريغ الانفعالي. هذا مهم جدا. لما ممكن ندرجها ضمن النصائح للتعامل أيوة. مع الاضطرابات أيوة. أو القلق أو التوتر لدى الشخص، إنه إذا ما كان في عندك حدا قادر توجه له الهموم والمشاكل اللي موجودة عندك، فيك تكتب تماما. عن طريق الكتابة. حتى كانت في عندي حالة من الحالات اللي عالجتها، من الحالات اللي عالجتها كانت عندها اكتئاب وبالوسط ما في أي شخص تثق فيه. فقلت لها عن طريق هذا كتاب، حط الدفتر صارت تفضفض فيه. بعد فترة يعني فعلا كانت عم تبدأ، كان هناك تحسن واضح بمزاجها. اجت بعد فترة شكرتني انه انتي قدمتي لي نصائح وانا مشيت على هالنصائح. كان اكتئاب كان شعور كتير حلو انك قدرت تساعد شخص كان بحاجة، مديت يد المساعدة لهالشخص. فشعور كتير حلو لما تقدم المساعدة لشخص يستاهلها. نعم. حتى طريقة كتابتها يعني حسيتها أديبة قدموا معبرة. هنا تكمن أنسي مروة ومتابعينا أهمية وجود توعية صحية فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية. لمجرد أنك أعطيتي توجيه لتلك الفتاة أنه تتجه لنفسها، تحاول تفضفض من خلال هواية بتحبها أو من خلال التفريغ بالكتابة، استطاعت أنه تتجاوز المرحلة وتخلصت من الاكتئاب. إذا ما تم معالجة هالإنسان من الاضطراب اللي فيه أو مساعدته على التعامل مع الاضطراب اللي فيه، رح يتجه لاضطراب أسوأ يعني. طبعا. فكل ما اهتمينا بالمشكلة أو أشد حدة يعني. أيوة. أنصح أنه كل إنسان لما يكون عنده مشكلة ما يستهين بها، يهتم بها ويعالجها. لأنه كل ما كان العلاج ببداية المشكلة يكون بسيط، يمكن جلسة واحدة مع أخصائي نفسي يمشي الحال. أما إذا تطورت وما حكينا عنها المشكلة، أكيد راح ممكن تتطور لمرض بدني. والكثير من الدراسات بتشير إنه الكثير من الأمراض البدنية تكون عائدة لأسباب نفسية. طبعا. بختام لقائنا إذا حابة تضيفي أي شيء أنسي مروة تفضلي. بتشكركم كتير على هاللقاء الحلو. ومثل ما قلت لكم أنصح أي شخص يهتم بصحته النفسية، لأن الصحة النفسية أساس كل حياتنا. ما نهمل صحتنا النفسية، نهتم بيها وما نخجل إنه لما نكون متضايقين أو نفسيتنا تعبانة إنه نحكي أو نفضفض. شكرا كتير لكم. كتير الشكر لك الأنسة مروة العوض، الأخصائية النفسية، كنتي معنا بالاستوديو تناولنا الاضطرابات النفسية. والشكر للمشاهدين ومتابعين إذاعة بوير FM. هيك خلصت حلقتنا من البرنامج الخاص عن الصحة النفسية والجسدية. معي أنا شيف حسن. إلى اللقاء. بوير FM. هذا البرنامج برعاية هيئة الصحة المحلية المدعومة من منظمة دولية إنسانية طبية غير حكومية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.